بعض الأصوات في لجنة التخطيط بالأهلي تخطط للحديث مع ريبيرو بعد عودته من بلاده عن ضرورة منح مصطفى شوبير فرصة للمشاركة بشكل أكبر في الموسم المقبل بعدما تقبل اللاعب رغبة النادي في الإبقاء عليه رغم العروض التي تلقاها. عمرو السولية وعلي معلول ينفون تماما أنباء تفكيرهم في اللعب النادي الزمالك الموسم المقبل للمقربين بعدما ربط البعض أسمائهم بالنادي الأبيض مؤخرا. خلافات كبيرة بين مسؤول اتحاد الكرة ومسؤول رابطة الأندية بسبب رغبة اتحاد الكرة في تغيير نظام المشاركة في كأس السوبر المصري النسخة القادمة وعدم مشاركة بطل كأس الرابطة في البطولة. نادي الحزم السعودي يرفع عرضه لشراء الموسم الأخير في عقد أحمد عبد القادر ل $550,000 وينتظر رد الأهلي. محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي يحذر لاعبي الفريق من التأخر عن موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي يؤكد أن فرص رحيل وسام أبو علي عن الأهلي في الوقت الحالي لا تتعدى 15%، وهذا بسبب تفضيل اللاعب الفلسطيني العروض الأمريكية على العروض الخليجية والتي لم تلبي تطلعات ولا طموحات النادي حتى الآن. وهناك جاب كبير جدا بين المطلوب من الأهلي والمعروض من الأندية الراغبة في ضم اللاعب، والأهلي ينتظر وصول عروض أمريكية جديدة من وكيل اللاعب خلال 48 ساعة القادمة للبت فيها. ويؤكد أيضا أنه لو لجأ النادي الأهلي لضم أوجستين منصور لاعب الوسط الفلسطيني الفترة القادمة قد يفكر في إعارة ديانج مجددا في ظل تلقي عروض جيدة جدا ووجود رغبة لدى لجنة التخطيط في تفريغ مكان للاعب أجنبي جديد سواء في الهجوم أو الدفاع، لكن هذا مجرد مقترح فقط. محمد مجدي قفشة يؤدي مناسك العمرة قبل العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي يوم الاثنين القادم. حسين الشحات يرفض الجلوس مع مسؤولي بيراميدز ومسؤول سيراميكا كليوباترا وأكثر من نادي خارجي بعد استقرار الأهلي على بقائه في الموسم القادم. مصطفى مخلوف حارس الأهلي الشاب ينتظر حسم النادي موقفه في ظل تلقي عدة عروض للخروج للإعارة في الموسم القادم. حالة ترقب كبيرة في الأهلي لمعرفة موقف سيد عبد الحفيظ من انتخابات الأهلي القادمة في ظل رغبته في اتخاذ خطوة إدارية جديدة في مسيرته. ممدوح حباس رئيس نادي الزمالك يدرس جديا منح شيكابالا دعم مالي بقيمة 30 أو 50 مليون جنيه لدعمه في المشروع الذي يخطط لإقامته في محافظات مصر لإنشاء أكاديميات للناشئين. ممدوح عيد يظهر في تدريبات نادي بيراميدز لدعم اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد ومنحهم دفعة معنوية للفوز بكل البطولات الموسم القادم ومحاولة الحفاظ على لقب دوري الأبطال. الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي وجون إدوار يضغط بكل الطرق على مصطفى شلبي للانتقال للبنك حتى لا تفشل الصفقة. محمد أمين بن حمودة لاعب غزل المحلة يفكر في الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا بعد توقف مفاوضات المصري البورسعيدي معه. سعود عبد الحميد اللاعب السعودي يرفض العودة إلى الدوري السعودي مجددا ويتمسك بالبقاء في أوروبا الموسم القادم. ريال مدريد يفقد خدمات أرنولد لعدة أسابيع بسبب تعرضه لانتكاسة جديدة في المونديال. طارق يحيى لاعب الزمالك السابق من حق وسام أبو علي أن يختار مستقبله والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه، لكن في الوقت ذاته من حق الأهلي أن يطالب بحقوقه وأن يختار العرض الأفضل له ماليا طالما اللاعب لا يزال مرتبط بعقد معه. لا يوجد لاعب يستطيع الضغط على النادي أو فرض شروطه عليه، خصوصا حينما تكون إدارة النادي قوية. وسام أبو علي أصبح نجم ولاعب كبير وعليه أن يحترم قواعد وتعليمات ولوائح النادي الأهلي، وإذا كان النادي قد حدد مبلغ معين للموافقة على رحيله فعليه أن يحضر هذا المبلغ ويرحل. من الممكن أن يكون الأهلي لا يرغب في رحيل وسام أبو علي ولذلك يطلب هذا المقابل المالي الكبير لتعطيل انتقاله لأي نادي آخر، فالأهلي بذل جهد كبير مع وسام واللاعب أيضا عمل على تطوير نفسه وزملائه ساعدوه كثيرا، لذا يجب أن تكون هناك مرونة من الطرفين من الأهلي ومن وسام نفسه. لم يعجبني ستوري زيزو مطلقا ومن الأفضل أن يركز مع ناديه وعدم إشغال نفسه بكل ما يقال، وإذا كان لديه مستحقات فهناك طرق قانونية يمكن السير فيها. إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق زيزو من حقه أن يطالب بمستحقاته المالية لدى نادي الزمالك بالطريقة الذي يراها، لكن ليس من حقه أن ينشر أي شيء على ستوري الانستجرام وينتقد تصرفات الجماهير لأن هذه أمور طبيعية حاليا. أنا ضد التجاوز في حق أي شخص وأي لاعب ولا أشجع على هذه الأمور، لكن من الأفضل أن يركز زيزو في إعداد نفسه للموسم الجديد وألا ينشغل بالرد على هذه المهاترات، خصوصا أن الجماهير تنتظر منه الكثير في الموسم القادم وسيكون عليه ضغوط كبيرة الفترة القادمة، ورسالة زيزو لن توقف التجاوز لذا لا فائدة منها. أنا لست مع بقاء وسام أبو علي الفترة القادمة والأهلي لابد أن يقوم ببيع اللاعب الفلسطيني حاليا لتجنب تراجع مستواه، خصوصا أن الحالة النفسية والمزاجية للاعب قد لا تكون أفضل شيء في حال رفض الأهلي رحيله في ظل الراتب الضخم المعروض عليه حاليا.
كنت قريب من اللاعب في فترة من الفترات وأرى أن اللاعب سينشغل بشكل كبير بالأرقام التي عرضت عليه لو استمر، و8 مليون دولار رقم جيد جدا، وأنا لو مسؤول في الأهلي لن أتردد في بيعه لو وصل عرض بهذا الرقم. ولو بقى اللاعب مع الفريق لابد من تعويضه ومنحه راتب جيد لكي يركز مع الفريق. إكرام الشحات لاعب الأهلي السابق. الأهلي يسير ملف وسام أبو علي بحنكة كبيرة. في البداية النادي أصدر بيان برفض كل العروض التي وصلت للاعب، لكن حينما أبلغ اللاعب النادي برغبته في الرحيل قرر فتح الباب ولكن بشروط النادي، ولم يلبي أي عرض تطلعات النادي حتى الآن، وبالتالي النادي من حقه الكامل أن يحتفظ باللاعب لحين وصول عرض يلبي الطموحات، واللاعب مطالب بأن يلتزم بعقده الذي وقع عليه بكامل إرادته. وأعتقد بقاء اللاعب مع الأهلي الفترة القادمة أصبح وارد بشدة، ولكن لابد من ترضيه لأنه ما وصلوا أرقام كبيرة جدا. وفيما يخص إمام عاشور فلا يوجد شيء اسمه مرادات اللاعب، فكل لاعب سيتألق سيطالب مراداته هو الآخر لو حدث ذلك.